الأمر، بس عشان هي اللي مصمماها وبتطفي نفسها، وكلهم بيستغربوا من اللي حصل. ولما بترجع ميجن البيت بتراقب كادي من الشباك وبتشوفها وهي بتلعب، وكادي بتطلب منها تساعدها تلاقيه السهم التاني اللي بتلعب بيه. فبسرعة بتعمل مسح للمكان وبتلاقيه دخل في جنينة سيليا جارتهم من فتحة في السور، وبتروح علشان تجيبه، والكلب بيشوفها وبيشدها، وكادي ما بتكونش عارفة تنقذها وبتنادي على جيما اللي بتكون لابسة سماعات وما بتسمعهاش، وبالغلط بيمسك ايد كادي، وساعتها جيما بتسمع صوتها وبتجري عليها وبتزعق لسيليا، فبترد عليها بان الكلب ما خرجش من الجنينة وهم اللي دخلوا عنده. وميجن بتقول ان درجة حرارة كادي عالية ولازم تطهر لها الجرح، وبتفضل سيليا تزعق وبتبص لها بنظرات غريبة وبتحفظ شكلها. وبالليل جيما بتبلغ الشرطة عن الكلب، والضابط بيقول لها انه ما يقدرش يعمل حاجة لان ما خرجش من الجنينة بتاعته. وميجن بتبقى سامعة وبتفهم ان الضابط ما جابش حق كادي، فبتروح للكلب من غير ما حد يشوفها وبتقلد صوت سيليا، ولما بيروح لها بتاخده وبتخلص عليه بعيد. وتاني يوم جيما بتصحى على صوت سيليا